السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقدم لكم في هذا الفيديو 30 معلومة نفسية إن لم تنفعك اليوم فلا بد أن تنفعك في يوم من الأيام. أولا، خلال أي مناقشة حادة مع شخص ما، ولتهدئة الأجواء وخفض التوتر، حاول خفض صوتك قليلا أثناء الحديث، وسيبدأ التوتر يقل تدريجيا. وإن كان الشخص الآخر من المقربين لديك، وجه له أي إطراء بسيط وستتغير حالته المزاجية فورا. ثانيا، عندما تريد شيئا ما وترغب فيه بشدة، لا تظهر حماسك الزائد للبائع، بل تظاهر بقليل من خيبة الأمل، وكأنك غير مهتم بهذا المنتج أصلا. هذا التصرف البسيط سيدفع البائع إلى خفض السعر لكي لا يفقدك، على عكس لو رأى أنك تريد هذا المنتج بشدة، فهو سيضمن أنك ستعود له عاجلا أم آجلا. ثالثا، الشخص الذي يغضب منك ثم يعود ليحدثك بدون عناد أو عصبية لديه شخصية صافية صادقة، ومن أكثر الشخصيات وفاءً، لذلك أنصحك أن تحافظ عليه وأن لا تخسره. رابعاً، معظم الذين يهددون بالرحيل هم في الواقع يريدون البقاء، لكن لكي يشعروا بأن وجودهم مرغوب فيه، فهم يفعلون ذلك ليطلب منهم البقاء لا غير. لأن من يريد الرحيل فعلا يرحل في صمت خوفا من أن يسأل عن سبب فعله ذلك، وأن يكون مضطرا لتبرير ما فعله. خامسا، لجعل شخص ما يوافق على طلبك، اطلب منه في البداية شيئا معقدا أو صعبا تكون متيقنا أنه سيرفضه، ثم أظهر له قليلا من خيبة أملك، وبعد ذلك اطلب منه الشيء الذي تريده في الأصل، وسيوافق عليه حتما، لأنه سيخجل أن يرفض لك طلبين متتاليين. مثلا، لو كنت تريد من والدك أن يشتري لك دراجة هوائية، اطلب منه في البداية أن يشتري لك دراجة نارية، ولأنه سيرفض أظهر قليلا من خيبة الأمل. ثم اطلب منه أن يشتري لك فقط دراجة هوائية، وسيفعل ذلك في الغالب. أما إن كان والدك ميسورا قليلا ولديه ما يكفي من المال، فاطلب منه أن يشتري لك سيارة، وحين يرفض اطلب منه أن يشتري لك فقط دراجة نارية، وهكذا. سادسا، لزرع فكرة في رأس شخص ما أطلب منه أن لا يفكر فيها. فمثلا، سأطلب منك الآن أن لا تفكر في الفلفل الحار، فبماذا يا ترى ستكون تفكر الآن؟ سابعا، نفسية. الأشخاص الذين لا يهتمون لأمرك كلما زدت في اهتمامك بهم زادوا من تجاهلك، لذا لا تسمح لسلبيتهم أن تؤثر عليك. ركز على نفسك وعش حياة أفضل، ومن أحبك أحبه، ومن أعرض عنك دعه وشأنه. ثامنا، إذا جلست فترة طويلة في غرفة أو مكان يطغى عليه اللون الأصفر، فستشعر بالإيجابية والارتياح، لأن اللون الأصفر يساعد على التخلص من التوتر والعصبية. تاسعا، حين تسمح لشخص ما أن يغضبك، فقد سمحت له بأن يهزمك، لأن الغضب يعالج كل المشاكل بطريقة خاطئة، والغضب يجعلك تتصرف كالأطفال، لا تعرف ما تقدم ولا ما تؤخر، ما تقول ولا ما لا تقول. عاشرا، إذا شعرت بالأرق
وعدم القدرة على النوم. حاول التوقف عن التفكير في مشاكلك، وابدأ في تأليف قصة خيالية، وتصور سيناريوهات مثالية لحياتك وأنت مغمض العينين. 11. 60% من الناس يتظاهرون بالانشغال بهواتفهم لتفادي مقابلة شخص يعرفونه في الشارع العام أو موقف محرج تعرضوا له. 12. إذا كنت تظن أن من تحب مثالي وخال من العيوب، فأنت مخطئ تماما، لأن الدماغ يحاول عادة أن ينسيك أو يخفي عنك كل عيوب من تحب، وهذا ما يجعلك تسامحه بسرعة عندما يخطئ في حقك. 13. ربط سعادتك وشقائك بشخص واحد في حياتك قد يدمر حياتك كلها، لأن الناس تتغير من فترة لأخرى، واهتماماتهم تختلف باختلاف المراحل العمرية، لذا لا ينبغي أن تربط سعادتك بشيء متغير. 14. أغلب الأشخاص يشعرون بالتوتر إذا بدأوا في الحديث أثناء وجود شخص هم معجبون به. 15. إذا كنت تظن أن الذي يحدثك يكذب عليك، فابقى صامتا قليلا ولا تجبه مباشرة، فإذا بدأ بالشرح المطول فهو في الغالب كان يكذب عليك. 16. إذا ابتسم لك شخص ما ولم تظهر تجاعيد حول عينيه، فهو في الغالب يجاملك فقط، وابتسامته ليست حقيقية. 17. عندما يهجرك من تحب، فأنت في الغالب ستحبه أكثر، وتفسير ذلك يكمن في أن كل ممنوع مرغوب فيه لدى الناس من طبعهم، فعندما تشعر أنك أصبحت ممنوعا من هذا الشخص سترغب فيه أكثر، كما أن دماغك لا يقبل الهزيمة، لذا سيظل دائما يلح عليك بالتفكير في هذا الشخص. 18. إذا شعرت أنك نسيت معلومة كنت تحفظها من قبل، فأغمض عينيك وستتذكر ما نسيته بسهولة أكبر. 19. عندما ترى شخصا يضحك كثيرا وعلى أتفه الأسباب، فاعلم أنه حزين من الداخل. 20. التواصل عن طريق الرسائل النصية والمحادثات الكتابية يوصل معنى مختلف عن ما كنت تريد قوله في الحقيقة، لأن نبرة الصوت لها دور كبير في إيصال المشاعر بالشكل الصحيح. 21. الشخص الذي يقلل من احترامك بشكل متكرر أمام الآخرين هو في الحقيقة يشعر بالغيرة منك وبأنك متفوق عليه، ولأنه ضعيف من الداخل ولا يشعر بالأمان يلجأ إلى هذا الأسلوب. 22. يميل الناس غالبا لمقارنة أنفسهم بالآخرين، مما يجعلهم يشعرون أنهم فاشلون. عوض مقارنة النفس بالآخرين، من الأفضل البحث عن الطرق والحلول لتحسين نفسك وتطويرها. 23. انتقاد الآخرين دائما وتوجيه اللوم لهم سيجعل الجميع يكرهك. حاول أن تكون إيجابيا. 24. الأشخاص الذين لا يستطيعون النظر إلى عينيك مباشرة هم من يستحيي منك، من يخجل منك، من يحاول إخفاء حبه لك، من يكرهك، ومن يحاول إخفاء كذبة. 25.
إطالة النظر في عيني الشخص الآخر مع الابتسام أو الوجه البشوش الذي يبدو سعيدا بوجود هذا الشخص معه سيجعل الشخص الآخر يحبك لا إراديا. 26. عندما يبدأ شخص ما بالأنين أثناء النوم فهذا يعني أنه يرى في الحلم أشياء تفوق ضغط عقله، مما يجعل الدماغ يقوم بإخراج تلك الأصوات لتخفيف الضغط. 27. عندما تكون غاضبا أو في حالة نفسية متقلبة حاول أن لا تدخل في نقاشات مع الأشخاص العزيزين على قلبك، لأنك قد تقول كلاما ستندم عليه العمر كله. 28. أغلب الفاشلين في الحب هم أصحاب القلوب الطيبة. 29. يشعر الأشخاص الذين جمعتهم مأساة مشتركة بنوع من الارتياح عندما يجتمعون معا. 30. الاكتئاب الذي يعاني منه الإنسان لا يأتي من المشكلة التي وقع فيها بل من الإفراط بالتفكير فيها.